مش عارف تدخل ايه بعد الثانوية، حاسس انك تايه، كل الناس بتسأل وانت لسه مش قادر تقرر، بين ضغط الاهل وكلام الصحاب وتخوفك من المستقبل بتحس انك في دوام. تسأل نفسك: اختار تخصص يرضي اهلي، ولا اللي بحب؟ ادخل جامعة مشهورة، ولا الاهم اكون مرتاح في اللي هدرسه؟ طب ولو اخترت غلط، ابدأ من جديد ولا اكمل؟ اسئلة كتير وتفكير مرهق، لكن الحقيقة كل ده له بداية واحدة: ابدأ مع الله. ابدأ طريقك بالدعاء النبوي اللي جمع كل الخير، وقل من قلبك: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن هنا تبدأ الرحلة. قبل ما تفكر في التقديم والسفر والدراسة، فكر في روحك. إزاي علاقتك بالله؟ بتصلي، بتدعي، بتستخير، بتقول له يا رب دلني؟ صدقني الدنيا كلها مش هتنفعك لو قلبك بعيد، وكل نجاح بعيد عن الله نهايته فراغ وتيه. ابدأ بطهارة القلب، صلي الفجر، اقرأ قرآن، اسأل ربك يرزقك البصير، لأنك مش بس محتاج شهادة، انت محتاج هدى، نور، سكينة وطمأنينة. كلنا تربينا على فكرة أهم حاجة تدخل كلية قمة، لكن هل فعلا الطب والهندسة والتجارة هم القمم؟ ولا القمة الحقيقية إنك تشتغل حاجة بتحبها وتفيد بيها غيرك وتكون سعيد؟ اسأل نفسك بصدق: إيه الحاجة اللي بحبها فعلا؟ لما أعملها بحس إني على طبيعتي. إيه المجال اللي مستعد أتعلم فيه حتى بدون مقابل؟ ممكن تكتشف إنك فنان، مبرمج، مبدع في التصوير، أو عاشق للقراءة والكتاب، وكل دي مجالات ليها مستقبل، بس محتاجة شغف واستمرارية. متخليش مجموعك يحكم مستقبلك، ولا كلام الناس يحدد طريق. أوقات أهلك عايزين لك الخير بس بطريقة يقولوا لازم تدخل كذا عشان فلان ابن عمك دخل، أو اضمن وظيفة اضمن دخل. لكن الحقيقة الضمان الحقيقي هو رضا الله، ثم رضا نفسك. كن مؤدب، كن متفهم، اسمعهم لكن لا تتنازل عن ذاتك. قل لهم بلطف: أنا استخرت وفكرت وحاسس إن التخصص ده أنسب لي. أنا عايز أكون شغوف بما أعمل، مش مجرد أعيش علشان أقبض آخر الشهر. دلوقتي خليني أقولك على خطوات عملية ممكن تساعدك تختار. صل صلاة استخارة بصدق، اجلس مع نفسك واكتب اهتمامات، ابحث عن التخصصات المختلفة واقرأ عنها من مصادر موثوقة، تابع طلاب وخريجين من كل تخصص على السوشيال ميديا، اسأل نفسك: هل هذا المجال فيه فرص؟ وهل يناسبني؟ احضر فعاليات جامعية، محاضرات تعريفية، وحتى تدرب صيفيا لو أمكن. خذ رأي المرشد الأكاديمي أو شخص ناجح في المجال اللي حابب تدخله. لا تستعجل القرار، دع قلبك يهتدي بعد الدعاء والبحث. خطط نعم، لكن لا تتعصب للخط. الدنيا متغيرة والسوق متغير، وانت نفسك هتتغير بعد سنتين او 3. المرونة مش ضعف، المرونة نعمة من ربنا علشان تعرف تتأقلم وتبدع. ممكن تبدأ في تخصص وتكتشف انك ما تحب، عادي، غير، وابدأ من جديد. المهم ما تكمل طريق ما تحبه علشان بس ترضي غيرك. الجامعة مش نهاية السعي، ده اول الطريق. سواء دخلت تخصص مرموق أو بسيط، جامعة حكومية أو خاصة، اللي هيفرق في النهاية هو اجتهادك، مهاراتك، سعيك المستمر، وأخلاق. تعلم لغة، خذ دورات أونلاين، شارك في أنشطة تطوعية، كون شبكة علاقات، طور شخصيتك قبل شهادتك. كل خطوة هتمشيها خذ الله فيها معك. اجعل دعائك في كل صباح: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكل ما تتوتر صلى، وكل ما تحتار ادع، وكل ما تنجح احمد الله. بذكر الله تطمئن القلوب، وبرضاه يفتح لك كل باب. يا صاح، انت ما خلقت علشان تملأ كرسي في مدرج او تحضر محاضرات بس، انت خلقت علشان تعمر، تبدع، وتكون سبب في خير كبير. اختار تخصصك بعينك لكن وجه قلبك لله، وساعتها اي طريق تمشيه هتلاقي فيه بركة ونجاح ورضا. توكل على الله واختر مستقبلك بقلب مطمئن.